عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى فيديو اكثر من رائع. اضغطوا بقى لايك على الفيديو اهم حاجه. انا عارفه ان في كركبه لسه بقى بنوضب تنظيفات بقى رمضان والكلام ده. كل سنه وانتم طيبين يا رب كده. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله، ويكون علينا احلى رمضان عدى في حياتنا باذن الله. بس خير اللي جاي باذن الله خير. اضغطوا بقى لايك على الفيديو واعملوا اشتراك في القناه. تمام، نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونبدأ بالبانيه. اول حاجه هنزل كده ببصلايه كده وفصين توم وكمان طماطمايه كده، وهبتدي انزل بالبهارات بقى والكلام ده كله بقى في الكبه، ده كله في الكبه. تمام. طبعا البانيه مغسول وغسلته بملح بقى وليمون والكلام ده. تمام. وايه، هتحط بقى الملح بتاعي دلوقتي وليمون وخل وسبع بهارات وبابريكا وفلفل اسمر وكده، بهارات البانيه العاديه خالص، تتبيله البانيه. تمام. المهم انا جبت فرخه كمان، خليت الراجل يخليها لي كمان فرخه، يخليها لي من العظم تماما عشان اعملها شيش طاووق وكده. تمام. انا بحب قوي 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 الشيش. تمام، يعني بحبه جنب الرز البسمتي والكلام ده، فعملت برضو الفرخه ديت خليتها كده، خليته يخليها لي. انا كده عملت البانيه اول حاجه. هو تعالوا بقى نقطع الشيش. بصوا بقى الورك اهو، ده الورك اللي قطعهولي، والصدر كمان قطعهولي قطع صغيره كده. وهبتدي ان انا اقطع بقى ايه الورك، عشان هو مش قطعه اساسا، انتوا فاهمين، مفيهوش فيه افتكاسه. يعني بتقطعيه قطع بقى اللي انت حباها، قطع كبيره قطع صغيره. المهم يعني انك انت بتقطعيه، بعد كده بتجيبي البوله كده اللي هنتبل فيها. حط واحده زبادي، اهم حاجه الزبادي. تمام. وعصره ليمونه كده، وهبتدي انزل بالثوم البودر والبصل البودر والخل والليمون اهم حاجه. وهبتدي انزل بقى بالبهارات. عامه في بهارات الشيش طاووق اصلا في كنور اساسا كده عامله البهارات دي، ممكن تجيبيها، بس انا ما بفضلهاش. يعني انا بحط 7 بهارات، بحط فلفل اسمر، بحط حبهان بودر، بحط توم بودر، بصل بودر، بابريكا، بحط جنزبيل بودر، بحط طبعا الخل. تمام. لو انت عندك بقى معلقه مستردة حطي، بس انا ما عنديش. تمام. عندك صلصه حطي، بقى عنديش بقى استبدلته بطماطم معصوره. تمام. وهبتدي انزل بالزيت اهم حاجه، وهبتدي اقلب بقى، تقليب 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 بقى، انتوا فاهمين. لو انت عندك بقى صويا صوص وعندك مستردة، بجد هيخلوا طعمها حاجة تانية خالص. المهم منساش الملح اهم حاجة، وابتدي اقلب. ده يبقى كده خلصنا من تاني حاجة. شيش طاووق خلاص هيتبل كده، احطه على جنب. تعالوا بقى نجيب القطع الفراخ علشان نقطعها كده، هنعملها شيش بالعظم بتاعهم. يعني فراخ مشوية وكده، هبقى اشويها باذن الله. فبقطع كده بقى الورك سوري على 2. واهم حاجة الورك العظمة دي لازم تخرج. تمام، عشان ايه ما تجمعش دم والكلام ده، اي حاجة بقى بتطلع، انتوا فاهمين. يلا مين اللي ما ضغطش لايك؟ اللي ما ضغطش لايك يضغط لايك. تمام. بصوا بقى بقطع هنا الصدر على 2 كده. طبعا دي فرخة كبيرة مش صغيرة، فهبتدي ان انا اعملها كده قطع، انتوا فاهمين. انا زودت كمان يعني انا عملت قدامكم دي فرخة، بس انا زودت كمان ربع كمان علشان يعمل لي وجبتين محترمين، انتوا فاهمين. يعني احنا 3 افراد بس كده. بفتح كده الصدر كده علشان التتبيله تدخل جواه كويس قوي والكلام ده. كده خلاص انا خلصت كده، بس انا زودت كمان ورك. تمام. هنزل بقى بالتتبيله بتاعته. هعمل بقى التتبيله بتاعت الفراخ المشويه. عامه انا بعتمد الطريقه دي على طول. بحط طبعا بصل وتوم وواحده مرقه دجاج، واحط كمان طماطم معصوره، واحده طماطم كمان عشان طماطم قليله، واحط قرن فلفل حراق بقى سبايسي براحتك يعني انت عايزه. المهم حطيت واحده زبادي كمان، واحط ليمون واحط خل واحط كمان لو انت عندك بقى مستردة، يا لهوي فظيعه المستردة ديت في التتبيلات بتاعه الفراخ فظيعه. المهم يعني حطيت بقى شويه خل، وبعد كده هنزل بقى بالملح، وهنزل بقى بالفلفل الاسمر، وهنزل بالثوم البودر، البصل البودر، الجنزبيل، طبعا البابريكا، البهارات ال7، البهارات الفراخ، معلقه سكر او معلقه عسل نحل، بجد بيفرقوا في لون الفراخ. بحط كمان 2 ورقه لوري، وبحط كمان زيت. تمام.
بضربهم كويس جدا 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 في الخلاط زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى انزل بقى الفراخ كده وهتبلها كويس. طبعا الفراخ مغسوله جدا جدا ومنقوعه على فكره، يعني اول ما جبتها من عند بتاع الفراخ قمت غسلها كويس جدا ونقعيها في محلول النقع. بصوا شايف بيضه ازاي، يعني هو اصلا كان منضفها لي بس انا زدت عليها تنظيف، وكمان شلت الزوايد، شلت الحاجات اللي هي بتبقى في الورك ديت اللي هي عامله زي الكبده. نضفت يعني الدنيا، وبعد كده سبتها ساعة تتنقع كده في محلول الماء، اللي هو معلقة سكر كبيرة، معلقة ملح كبيرة، وليمون وخل ايه تاني، ومعلقة طحينة. تمام، دي محلول النقع بيخلي مفيش اي ريحه زفاره خالص في الفراخ. طبعا دي الفراخ اللي انا بتبلها في الاخر دي فضه تتبيله هرميها، لا طبعا هحطها كده في الفراخ اللي انا هسلقها، برضو بتدي طعم حلو جدا جدا. ماشي بقى كده بصوا انا بصراحه ما عنديش اللي هي السياخ بتاعه الشيش طاووق حاليا. تمام، لو كان عندي كنت عملتها بقى في السياخ على طول والكلام ده، بس انا ما عنديش. فانا هحط كده الوجبه ذات نفسها، وبعد كده بقى افكها بقى لما اجي مثلا اعمل الاكل وكده، هبقى اطلعها في الكبه او اعملها بقى في السياخ وكده بقى بالفلفل الالوان. انا كده كده يعني هفرز كمان الفلفل الالوان برضو معاها. هنا بقى الفراخ المشويه هقسمها على كيسين. تمام كده هقسمهم على كيسين زي ما انتم شايفين، على حسب بقى افراد اسرتك. طبعا انت هتقضي 3-4 افراد باذن الله يعني. المهم هنزل بقى بالبانيه كده. طبعا انا هخلي البانيه على القلي على طول. تمام، احط بيضتين ملح وفلفل، واحط كمان لبن. تمام، شويه لبن كده مع البيض، واقلب كويس، وابتدي انزل بقى بالبصومات. بصوا في كيس غامق وكيس فاتح، هتلاقوا الفرق اللون مش عارفه ازاي. هنزل بقى بالملح والثوم باودر، بصل باودر، بابريكا، البهارات اللي هي عندي. تمام، هقلب كويس، وبعد كده هنعمل بقى البانيه. بنزل في الاول كده بالبيض واللبن الاول، وبعد كده البصمات. تمام، انا كنت الاول بحط دقيق والكلام ده، ولكن بصراحه يعني حسيت ان كده اسهل. كنت بعمل في الدقيق الاول وبعد كده في البيض وبعد كده في البصمات، فحسيت ان الموضوع هيبقى اوفر قوي. انتوا فاهمين يعني. بس كده هبتدي بقى ان انا اهم حاجه ان انا اكبس كده على البانيه علشان البصمات يلزق فيه. تمام، هعمل بقى الكميه كلها. تمام، الكيلو كله ان شاء الله هعمله على 3 وجبات، كل وجبه فيها 6 قطع كبار ما شاء الله، هيقضوا يعني 3-4 افراد باذن الله. تمام، وبعدين انا في رمضان يعني مش هنعتمد على البانيه بس، يعني ممكن اعمل جنبها سمبوسه، ممكن اعمل جنبها كيس كفته، ممكن كده. انتوا فاهمين يعني مش الوجبه اصلا مش بتعتمد على نفسها. المهم بتعتمد على مش عارفه ايه اللي بتعتمد على نفسها، ايه الكلام اللي انا بقوله ده. المهم عملت 3 وجبات زي ما انتم شايفين، وطبعا ده اللي جنبه كيس كبد وقوانص برضو. وهنا كمان قلت لكم هنا عملت وجبتين شوي و2 شيش طاووق، وكمان 3 وجبات من الفراخ المسلوقه. تمام، هيقضي كمان ل3 افراد. ماشي، المهم بقى تعالوا نعمل بقى اللحمه. يعني انا جبت هنا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، عليهم ربع من الدوش. تمام، قولي للجزار كده عشان قولوا له انا بعمل كفته، هو هيديكي دوش او هيديكي ليا ضاني. تمام، انا احب الدوش اصلا. فحطيت كده بصل وفلفل الوان، فلفل احمر في الكبه لحد ما اتفرموا كويس، وبعد كده عصرت الميه بتاعته. ماشي، ونزلت بقدونس، ونزلت بملح وفلفل ملح وفلفل، وكمان 7 بهارات، وشويه حبهان بودر، وشويه 11 بهار من كنور، وشويه من البيكنج باودر، ومعلقه نشا. تمام، وهبتدي ان انا يعني انا بصراحه انا ايديا وجعاني، مش عارفه ايديا اصلا يعني مجزوعه كده. فابتديت ان انا اجيب الكبه تاني يعني هلفها كده لفتين بحيث ان كله يتمزج في بعضه يديني بقى. بصوا عارفين الخيوط دي، انا عايزه الخيوط دي في الكفته. من سر نجاح الكفته هي الكلام ده. هنزل بقى بشويه من اللي احنا عصرناهم، ميه البصل والفلفل ده، هنزل بقى شويه زيت، واصبع الكفته على اي حاجه. انا بصبعها على معلقه، هيعملوا لي ما شاء الله يعني برضو وجبتين محترمين برضو. وهنا كنت جايبه هنا كيلو لحمه من الموزه بقى، ما اقولكوش فظيعه. اللحمه عندنا ب420. تمام، والفراخ البانيه عندنا ب210، والفراخ ذات نفسها حوالي بكام، ب95 تقريبا الكيلو. ماشي، فاحنا هنا انا جبت هنا كيلو من اللحمه ب420،
وجبت كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، وربع دهن تقريبا ب 300، يعني ب 300 وحاجه، معرفش بقى، مش فاكره، انا مش فاكره بصراحه. فالمهم يعني هعمل بقى طبعا اللحمه ديت على 3 وجبات باذن الله. احنا عامه كل واحد بياخد قطعتين وخلاص على الاكل، انا وابني وجوزي بس كده، كل واحد بياخد قطعتين. فانا عملت كل كيس مثلا 6 قطع يعني كويسين كده. والراجل بقى كريم بجد، يعني اداني بقى ايه، عارفين العظم اللي بيعمل شوربه ده، اداني عظم بقى وكده وقطعهولي على 3. قلت له قطعهولي على 3 علشان اعملهم على 3 كيس. تمام اهو، بصوا العظم ده فوق البيع كده مجانا، يعني انتوا فاهمين. بص بقى بحط بقى في كل كيسه كده شويه حته عظمه زيت عشان بتعمل شوربه تحفه. اللي باقي من الكفته بقى عملته كفته داوود باشا، طبق كده محترم برضو، يعني ايه، هيبقى جنب الاكل، يعني انتوا فاهمين. الكور ديت بصوا دي هتبقى جنب الاكل، هي طبق صغير كده من نفسنا. طبعا انا كنت عامله كفته الرز دي عند بتاع الجزار بجد، يعني انا ما لحقتش اصورها. كيلو الا ربع لحمه جملي ماشي، على كيلو الا ربع رز، و ربطة شبت وكزبرة، وربع شبت، ربع ربطة بقدونس، عشان البقدونس بيخلي ايه الكفتة تشرب زيت ومش تبقى حلوة، يعني بتبقى غامقة معاكي جدا ماشي. ونزلت بقى ببصلاية متوسطة وكم فص توم، وطبعا البهارات بتاعتي ملح وفلفل 7 بهارات، كمون، كزبرة ناشفة، الحاجات دي، ال11 بهار من كرور والكلام ده. ونزلت بقى بالملح والكلام ده. هو طبعا فرمها لي عنده في المفرمه اللي عنده بصراحه، وصبعتها وحطيتها بقى في الفريزر من ساعتها بقى، وطلعتها برضو معاك. عملت لي 4 وجبات، كيلو الا ربع عمل لي 4 وجبات، هيقضي من 4 افراد بجد، يعني ال5 كمان باذن الله. بصوا بقى الوجبات اللي انا عملتها اهي خلاص. بصوا يعني انا بجد انا بعمل كده كل سنه وبرتاح. اول مش هقول لكم ان الوجبات اللي انا عملته ده كله هيقضي الشهر تمام، ولكن ممكن يقضي اكتر من نص الشهر عندي بجد يعني. فمش هعمل فيه حاجة ان انا هطلع الحاجة بس على طول على السوا على طول، ودي حاجة هتوفر معايا وقتي بجد جدا جدا جدا. بحب ان انا اوفر وقتي في رمضان، لاني على طول يعني بحب ان انا يعني اختم القرآن اكتر من مرة بجد في رمضان باذن الله. وناوية باذن الله وعاملة يعني كده خطة ان انا باذن الله كده يعني ما اخدش وقت في المطبخ كتير، ما يعني ما هدرش وقت كتير. انا كده عملت 3 وجبات من البانيه طبعا، ووجبتين من الشيش طاووق، وكمان 4 وجبات من الكفتة الرز، وجبتين من الكفتة الحاتي، و3 وجبات من اللحمة الحمرا طبعا سلق، يعني هنسلقها اكيد يعني، او اعملها في طبيخ مثلا او الكلام ده. وكمان عملت طبعا في كيس كبد وقوانص، في مثلا حاجة فاضت مني كده بمشي بقى الشهر عادي. المهم يعني عملت بقى من الفراخ فراخ مسلوقه. طبعا الفراخ دي مش هتقضيني طول الشهر، هعوز طبعا فراخ تاني، ولكن انا اللي عملت اللي اقدر عليه، انتوا فاهمين. انا بديكوا بس افكار ان كنتوا بس تعرفوا، يعني مثلا انا افكار، انتوا فاهمين، افكار ان كنتوا يعني تسهلوا على نفسكم طول الشهر باذن الله، ان كنتوا ما تقفوش في المطبخ كتير. مش عايزين نقف في المطبخ كتير، مش عايزين نتعب، مش عايزين الكلام ده كله واحنا صايمين باذن الله. يا دوبك بس ان احنا نطلع الحاجه من الفريزر، تسيبها نفك، وبعد كده على طول يعني على القلي، على الطبخ، على الكلام ده، انتوا فاهمين. حتى لو انتوا جبتوا الفراخ غسلتوها بس غسلتوها وتبلتوها وحطيتوها بس في الفريزر، هيبقى برضو انجزتوا كتير قوي. المهم انا طبعا زي ما انتوا شايفين الفلفل الالوان اهو انا هفرزه كمان، لان ساعتها ممكن ما يكونش عندي فلفل الوان تمام. واشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله، واتمنى انه الفيديو يكون عجبكم. انا تعبت فيه جدا جدا جدا، فيا ريت بقى يعني تقدروني كده باللايك بتاعكم الجميل، والاشتراك في القناه مطبخ ميوشه. وطبعا انا مي، و تعليق حلو زيكم ماشي، بتتابعوني من انهي بلد اهم حاجه. وعايزه اتعرف عليكم باذن الله خير، الايام الجايه خير باذن الله ان شاء الله. هنزل فيديوهات كتيره جدا جدا جدا، وحمسوني ودعموني كتير قوي قوي قوي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.